المتحف المصري بالتحرير، منارة الآثار حول العالم. يحتضن اليوم ما يقرب من 160,000 قطعة أثرية. لم يكن المتحف عند افتتاحه في 15 من نوفمبر عام 1902 مصمما ليضم هذا العدد الكبير من القطع الأثرية، والتي زادت بمرور الزمن مع الاكتشافات الأثرية المتتالية، مثل آثار مقبرة يويا وأتويا وخبيئة الكرنك ومقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وكنوز المقابر الملكية بتانيس. كل هذه الاكتشافات أخرجت كنوزا احتضنها المتحف بين جنباته، لكنها صعبت من قدرته على استيعابها، مما دفع الدولة إلى التفكير في إنشاء متاحف أخرى مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، لتنتقل بعض هذه الروائع الأثرية إليها. ونحن اليوم نؤكد لمحب المتحف المصري بالتحرير وضيوفه أنه سيظل زاخرا بكنوزه الأثرية التي طالما اشتهر بها وجذبت عشاق الحضارة الفرعونية إليه من جميع أنحاء العالم، باستثناء مجموعة توت عنخ آمون التي ستعرض بالمتحف الكبير، والمومياوات التي ستستقر في المتحف القومي للحضارة المصرية. وسنعمل بكل جهد من خلال شبابنا من الأثريين وأساتذة وخبراء الآثار لإعادة سيناريو العرض المتحفي بقاعات المتحف، والذي سيضم قطعا أثرية تعرض لأول مرة من التحف التي طالما كانت موجودة في مخازنه. فالمتحف المصري بالتحرير يحتوي على عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تنتظر إعادة اكتشافها وإبراز جمالها وعرضها للجمهور، حيث لم يكن لدينا المساحة الكافية بالمتحف من قبل لعرضها بالشكل الذي يليق بها. وها نحن اليوم نبدأ بكنوز يويا وتويا البديعة لنعيد تقديمها لكم في عرض متحفي جديد صممته أيادي مصرية خالصة عاشقة لتراثها. كما سنعرض بالمتحف آثارنا المصرية التي نقوم باستردادها من الخارج، وسيعرض المتحف كذلك الآثار التي تخرج من الاكتشافات الجديدة، خاصة وأننا نشهد هذه الفترة بحمد الله وتوفيقه مرحلة استثنائية من الاكتشافات الأثرية الهامة. لقد بذلنا جهدا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية في مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادة إحيائه، واليوم نرى ثمرة هذا الجهد بالطابق العلوي بالمتحف، ونعدكم بالاستمرار في العمل في وزارة الآثار على تطوير المتحف ليخرج بالصورة التي تليق به، وذلك من خلال الأثريين والمرممين المصريين بالتعاون مع شركائنا بالمتاحف الأوروبية الكبرى من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، لكي يظل المتحف المصري بالتحرير كما كان على مدار 116 عاما قبلة للزائرين من طلبة وآثاريين وسائحين وعشاق الآثار من مصر والعالم.